اهلا بيكم في حلقه جديده على قناتكم ذا ناتشورال اكواريوم. عايز تربي سمك من غير متاعب ولا صعوبات ولا تحديات من اللي بتواجهك في الطريقه التقليديه اللي انت اتعلمتها وتعودت انك تربي السمك بيها؟ عايز تربي سمك من غير امراض ولا صيانات دوريه مزعجه ولا تغييرات ميه متكرره في الاخر بتوصلك لانتشار الامراض في الاحواض عندك، وتفضل تتنقل ما بين الامراض من مرض لمرض لحد ما توصل لحاله من الاحباط ممكن تخليك اصلا تزهق من الهوايه وتسيبها وتعتزلها؟ يبقى لازم تعتزل الطريقة التقليدية وتسيبها وتبدأ تأسس حوض طبيعي، وتسيب الطبيعة هي اللي تتحكم فيه بقدرتها الجبارة وقدرة ربنا سبحانه وتعالى في خلقه للطبيعة اللي عارفة شغلانتها كويس وعارفة ازاي هتقدر توصل بحوض السمك بتاعك لمرحلة من التوازن اللي تقدر تحقق لك السعادة وحب للهواية، وساعتها هتبدأ تلاقي نفسك بتزيد من عدد الأحواض عندك، مش بتسيب الهواية وتمشي. وعلى فكرة تأسيس الأحواض الطبيعية وتربية أسماك الزينة بالطريقة الطبيعية بتوفر لك في الفلوس وفي المجهود، وبتوفر كتير جدا من المتاعب اللي بتقابلك وبتواجهك في الطريقة التقليدية، لدرجة ان انا اعرف هواة بدأوا يمارسوا الهواية بالطريقة الطبيعية حسوا ان هم سابوا الهواية وان هم ما بقوش يمارسوها، بقوا يكلموني يقولوا لي احنا بطلنا نغير مية وبطلنا نجيب ادوية، احنا نسينا الامراض والامراض سابت الاحواض عندنا، احنا ما بقيناش نعمل حاجة. امال احنا هنعمل ايه؟ انت مش هتعمل اي حاجة، الطبيعة هي اللي هتعمل كل حاجة، لان هي عارفة هي بتعمل ايه فين وامتى وازاي. كفايه ادويه واسمده ومطهرات وعلاجات وانواع اكل غاليه وفلترة بمستوى عالي ومكلفة جدا، وفي الاخر موت جماعي للاسماك، وانزل اشتري سمك تاني وعيد اللفة من اول وجديد وابتديها، علشان في الاخر هتنزل برضو تشتري سمك تاني، وفي وسط الرحلة ادوية واسمدة وعلاجات ومطهرات، وغير الفلتر وغير المية وحط المية، وهكذا وهكذا من المعاناة اللي انت عارفها واللي انا عارفها. ولان من ساعة ما بدأنا على قناة ذا ناتشورال اكواريوم وبدأنا نشرح لمتابعينا ازاي نأسس الحوض الطبيعي وطريقة تأسيس الحوض، ومشينا في حلقاتنا خطوة بخطوة وبدأنا نشرح تفاصيل الحوض الطبيعي، بدأ جزء كبير من متابعينا يأسسوا الأحواض الطبيعية علشان يبدأوا رحلة الاستمتاع الحقيقي بالهواية. وعلشان كده قررنا ان احنا لازم نعمل الحلقة دي اللي هنشرح فيها ازاي تتعامل مع الحوض الطبيعي بعد تأسيسه. بعد ما جبنا الحوض بتاعنا وحددنا مكانه وحطيناه في مكانه وبدأنا نأسسه بالطريقة الطبيعية، وبدأنا في أول خطوة وفرشنا في قاع الحوض التربة الطينية بسمك من 2 سم ل 2 سم ونص حسب حجم الحوض، وزي ما شرحنا تفاصيلها في حلقة أول خطوة لتأسيس الحوض الطبيعي سر التربة الطينية، اللي هحط لحضراتكم الرابط بتاعها أعلى الشاشة علشان لو ما اتفرجتش عليها تقدر تتفرج عليها وتبدأ رحلتك معانا في الأحواض الطبيعية. وبعدها بنبدأ نحط طبقة الرمل بعمق 5 سم زي ما شرحنا تفاصيلها في حلقة ليه الرمل أفضل من الجرش في الأحواض الطبيعية، وهحط لحضرتك برضو رابط الحلقة بتاعها أعلى الشاشة عشان تقدر تتفرج عليها. وهنا حابب أفكر حضراتكم إن إحنا من خلال رقم الواتساب اللي ظاهر على الشاشة لحضراتكم بنوفر لكم مكونات الحوض الطبيعي من تربة طينية ورمل فلاتر ورمل سيليكا وغيرها من المنتجات علشان نسهل عليكم ونوفر عليكم خطوات تأسيس الحوض الطبيعي. لأن أنت علشان تقدر تكون التربة الطينية بالطريقة اللي احنا شرحناها هتكون مكلفة عليك لو هتحب إن أنت تجيب كل المكونات اللي وصفناها، لأنك بتجيبها بكميات معينة اللي معروضة في السوق، وفي الآخر أنت محتاج كميات صغيرة وأجزاء صغيرة منها. فعلشان نسهل عليك طريقة تأسيس الحوض الطبيعي قررنا ان احنا نوفرها لكم وبسعر التكلفة. وبعد ما فرشنا الرملة والتربة بالطريقة اللي شرحناها في طريقة تأسيس الحوض الطبيعي خطوة بخطوة اللي هحط لحضراتكم الرابط بتاعها أعلى الشاشة علشان اللي ما اتفرجش عليها واللي عايز يخوض التجربة يقدر يتفرج عليها ويعرف طريقة التأسيس
خطوه بخطوه. بنبدا نملى الحوض بتاعنا بميه خاليه من الكلور، ونبدا نحط السخان بتاعنا طبعا زي ما احنا عارفين، وبنظبط درجه حرارته على 27 اقل حاجه، وبفضل ال 28 كمان، لان اغلب الاسماك الاستوائيه اللي احنا بنربيها في هوايتنا بتكون بتحب الميه الدافيه، ما بتحبش الميه البارده. يمكن نوعين بس هم اللي بنستثنيهم من الموضوع ده، زي الجولد فيش والكوي، هم اللي ممكن يكونوا بيحبوا الميه البارده شويه. باقي انواع الاسماك اللي احنا بنربيها وهي اسماك استوائيه بتعيش في مناطق الميه فيها بتكون دايما دافيه، فدايما بتحب الميه الدافيه. فدايما بوصي تكون درجه الحراره على الاقل 27 28 افضل كمان. وبنحط فلتر سفنج في الحوض بتاعنا. وهنا انا ببسط شويه موضوع الفلتره، وهنتكلم عن الفلتره في حلقه طبعا خاصه بيها، ولكن انا بحب الفلتر السفنج وبكتفي بيه. هو بس بيعمل لي تيار ميه خفيف بيساعد على تبادل الغازات من على سطح الميه، وممكن تقدر ان انت تطور من مستوى الفلتره بتاعك زي ما انت عايز. لكن في 3 حاجات هطلبهم منك. اول حاجه التيار ما يكونش عالي جدا او شديد جدا لدرجه ان هو يسبب ازعاج لطبقات الركيزه اللي موجوده في قاع الحوض، وطبعا برضو ما يسببش ازعاج للاسماك اللي بنربيها في الميه. وعلشان كده انا ما بفضلش دايما فلتر الباور هيد، ولو موجود عندك الباور هيد ومفيش غيره اللي هتقدر تستخدمه، ممكن نسيطر على التيار الشديد اللي خارج منه ان احنا نحط سبراي بار بيبدا يقلل من مستوى تيار الميه، بيبقى بشكل لطيف بحيث ان هو يعمل لي تقليب سطح الميه اللي انا محتاجه، وما يسببليش الازعاج اللي انا مش عايزه يحصل جوه الحوض. تاني حاجه هطلبها من حضرتك في موضوع الفلتره ان احنا بنبعد عن الفلتره الكيميائيه. تالت حاجه بنلغي تماما موضوع اليو في. لو انت الفلتر بتاعك فيه يو في، احنا ممنوع في الحوض الطبيعي نستخدم يو في، وهنقول ليه في الحلقه المخصصه للفلتره. الخطوه اللي بعد كده زرعنا الحوض وبكثافه. عايزك لما تيجي تزرع الحوض بتاعك ازرعه بكثافه، يعني 70% من مسطح الحوض يبقى مزروع. وكل ما تلاقي نفسك زرعت كتير ازرع اكتر، لان كل ما الزرع بيكون بكثافه في الحوض الطبيعي ده بيجعل الحوض صحي اكتر ويوصل لمرحله التوازن بشكل اسرع. بعد ما اسسنا الحوض وملينا الميه وحطينا الفلتر والسخان وزرعنا الحوض بالنباتات بكثافه، تاني يوم مباشره بنبدا ندخل السمك للحوض، من 4 ل5 ل6 سمكات حسب حجم الحوض بتاعك. وتاني يوم لما بدخل السمك انا مش بقول لحضرتك دخل السمك تاني يوم من اجل الرفاهيه، مش علشان اقول لك ان انت هتبتدي حوض من تاني يوم هيبقى فيه سمك وتتبسط وتبقى فرحان، على عكس الطريقه التقليديه اللي لو ما استخدمتش البكتيريا النافعه بتفضل مستني شهر شهر ونص عشان الدوره النيتروجينيه. ولكن احنا بندخل السمك تاني يوم مباشره من تاسيس الحوض، علشان ده بيبقى نقطة البداية للدورة البيولوجية للحوض الطبيعي. من غيرها الحوض الطبيعي مش هيبتدي الدورة البيولوجية بتاعته، بل على العكس، ده لو اتأخرت في دخول السمك للحوض الطبيعي البكتيريا اللي موجودة أصلا في التربة الطينية اللي هي المكون الأساسي للحوض الطبيعي مش هتلاقي الغذاء بتاعها، والنباتات كمان مش هتلاقي الغذاء بتاعها، فهيبدأ الحوض ينهار ومش هيوصل لمرحلة التوازن اللي احنا بنهدف ليها. طيب بعد تاني يوم هعمل ايه؟ بعد تاني يوم هتقعد على الكرسي قدام الحوض وتفرد ظهرك وتربع ايدك وتقعد تتابع وتراقب الحوض الطبيعي بتاعك بدون اي تدخل. وفي المرحلة دي مهم جدا ان انت تبني الثقة ما بينك وما بين الطبيعة، وتبقى متأكد وعارف ان الطبيعة بتقدر تقوم بدورها وبتقدر تقوم باللي احنا ما بنقدرش نعمله، لان التدخل بتاعنا دايما بيضر مش بيفيد. ما تغيرش مية، ما تقلبش الركيزة ولا تنظفها، ما تضيفش اي مواد او عناصر او اسمده، ما تحاولش تصلح حاجه هي مش بايظه اصلا. المطلوب منك في المرحله دي هي انك تقعد تراقب الحوض فقط لا غير، وتشوف الطبيعه وتطوراتها. لو لقيت نبته بتذبل او ورقه منها بتموت شيلها بكل لطف. لو لا قدر الله سمكه ماتت، وده مش هيحصل ان شاء الله، شيلها بلطف. لو جزء من الميه اتبخر عوضه بميه من الحنفيه خاليه من الكلور، واقعد
واتفرج على اللي بيحصل وعلى تطور الحوض خطوة بخطوة، وابدأ تابع الطبيعة وخلي ثقتك فيها تقدر تخليك تمنع ايدك ان هي تتمد على الحوض، علشان انا عارف وانت عارف ان احنا الفضول بيقتلنا وايدينا بتاكلنا ان هي تتمد وتبدأ تلعب في الحوض وتلعب في الحاجات والمكونات اللي احنا تعبنا فيها. طول ما احنا بنتدخل بايدينا في الحوض الطبيعي وصوله للتوازن بيتأخر. طول ما احنا وثقنا في الطبيعة واعتمدنا عليها في ان هي تقوم بشغلها اللي هي عارفة تقوم بيه اكتر مننا، وصول الحوض للتوازن هيبقى اسرع. في المرحلة دي تدخل اقل يعني استقرار اكتر واسرع. كل ما سبت الطبيعة تقوم بوظيفتها وتشتغل، ده يعني نظام قوي وذكي يقدر يواجه اي ظرف. في المرحلة دي الحوض الطبيعي مش محتاج صيانة، هو محتاج ثقة. الثقة ان الطبيعة هي اقدر منك واذكى منك في ان هي تدير النظام اللي هي بتبدأ تكونه، وتكون عارف ومتأكد ان دورك الحقيقي مش انك تتحكم فيها ولكن انك تتعلم منها. كل ما بتقلل تدخلاتك الطبيعة بترد عليك بتوازن اجمل واسرع واقوى، وساعتها هتقدر تستمتع بالحوض الطبيعي وبجمال الاسماك وازدهار الوانها بألوانها الزاهية اللي مش هتشوفها في أي حوض تاني. الحاجة المهمة اللي حابب أقول لحضرتك عليها، بعد ما بنأسس الحوض الطبيعي وبعد ما بنضيف الأسماك بتاعتنا، إحنا بنفوت يومين أو 3 ما بنأكلش السمك نهائي، بنسيبه يستريح في الحوض بتاعنا ويفضي جهازه الهضمي، وبعد كده نقدر نقدم له في 3 يوم أجزاء صغيرة جدا من الأكل. بمعنى إن أنا لو بأكل حتى البلت اللي هي الحبيبات اللي متوفرة في السوق بأنواع مختلفة، بحط لكل سمكة حباية أو حبايتين بالكتير قوي، وبكون حريص جدا إن مفيش حبيبات من الأكل تتراكم في قاع الحوض بتاعي من غير ما السمك ياكله، خاصة في بداية الحوض بتاعي، علشان الأكل ما يتعفنش ويأذي المية بتاعتي والحوض بتاعي لسه ما وصلش لمرحلة الاستقرار. الحاجة اللي عايز أقول عليها برضو بعد ما بأسس الحوض بتاعي وهي كالسحر، لأن هي أنا بعتبرها الغذاء الأساسي للحوض الطبيعي. في الطبيعة دايما بيكون على ضفاف أي تجمع مائي دايما بتتواجد الأشجار والنباتات المزدهرة اللي موجودة على ضفاف وجناب التجمعات المائية دي. دايما مع الوقت ودورة الحياة الطبيعية بيبدأ ورق يقع من الشجر وبيكون ورق جاف ومات وبينزل في المية، وده هو الغذاء الأساسي والرئيسي للمية في الطبيعة وللكائنات الحية اللي عايشة في المية بالتبعية. ده هننفذه ازاي في أحواضنا؟ إن احنا كل أسبوع بنضيف على حوض بتاعنا ورقة من ورق الأشجار الجاف. أهم حاجة تكون ورقة من أشجار غير عطرية، وتكون الورقة جافة تماما ما فيهاش أي حياة، علشان خاطر تكون خالية من أي جلوكوز أو أي سكريات ممكن تضر الحوض بتاعنا لو حطيناها بالشكل ده. وطبعا اللي متوفر في الأسواق عندنا هي ورق اللوز وورق الجوافة، نقدر نعتمد عليهم ونغير ما بينهم. ممكن كل أسبوع ندخل ورقة للحوض بتاعنا. وطبعا لو انت مش حابب لون التنن اللي بيفرزوا الاوراق دي في المية بتاعتنا، ممكن نحطها في مية خارج الحوض لمدة 3-4 ايام لحد ما اللون بتاعها يخف جدا، وابدأ اشيلها من المية احطها في الحوض بتاعي، لان ساعتها بتتغذى عليها البكتيريا والكائنات الدقيقة، وهي اللي بيعتمد عليها الحوض في بناء الشبكة الغذائية اللي هنتكلم عنها في حلقة خاصة بيها. من الحاجات المهمة اللي هوصيك بيها في الحوض الطبيعي ان بقدر الامكان تحقق تنوع للكائنات الحية اللي موجودة في الحوض، لان انت بعد اسبوع من تأسيس الحوض هتقدر تضيف عدد تاني من الاسماك او الكائنات الحية اللي حابب انك تربيها في الحوض بتاعك، وهكذا كل اسبوع لحد ما توصل للحد المناسب لحجم الحوض بتاعك. هنا هنصحك بالتنوع في الكائنات الحية اللي بتضيفها للحوض بتاعك، من قواقع لحلزونات، والشريمب ممكن تضيفه،
وممكن تضيف اسماك خدميه كتير زي اللي بتتغذى على الطحالب زي البريستل نوز والسياميز والالجيا ايتر وغيرها من الاسماك الخدميه. التنوع ده بيخلق نوع من انواع التكافل بين الكائنات الحيه اللي بيخدم النظام وبيسرع استقراره ويقويه ويخليه حافظ على نفسه على مدار فتره تربيتك ليه. لان هنا انت بتربي فعلا نظام، مش بتربي سمك وبس. وعلشان كده لازم تقدر تفهم النظام وتفهم احتياجاته علشان تقدر تتعامل معاه. واظن اللي انا شرحته ده هو مش اكتر من اجراءات بسيطة جدا بنمارسها مع الحوض الطبيعي غير اللي احنا اتعودنا عليها في الاحواض التقليدية. ولما هتقعد قدام الحوض الطبيعي هتقدر الطبيعة تعلمك كل الخطوات اللي احنا بنتكلم فيها دي بشكل عملي، وتقدر تستمتع بحوض قوي ثابت صحي متوازن تعيش فيه جميع الكائنات الحية في صحة وازدهار ونشاط وحيوية. وتقدر ساعتها تكتب لنا في التعليقات تجربتك مع الأحواض الطبيعية أو حتى مع الأحواض التقليدية. بنهتم جدا بتعليقاتكم. ما تنساش السبسكرايب على اليوتيوب وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد، واللايك وتشير لو انت على صفحتنا على الفيسبوك. شكرا ليكم